أتأمل معكم في يعني إيه البنوة لله يعني. وهل البنوة لله هي لجميع الناس؟ منذ بدء الخليقة وقبل الطوفان ربنا فرق بين البنوة ليه والبنوة لغيره. فورد في سفر التكوين إصحاح 6: رأى أولاد الله بنات الناس أنهن حسنات، جميلات يعني. أبناء الله كانوا أبناء شيث وأنوش بعد مقتل هابيل، وبنات الناس كانوا بنات قايين. وهكذا ربنا فرق بين الذين ينتسبون إليه ويبقوا أولاده اللي هم من شيث اللي جه بعد هابيل، وجه ابنه أنوش يقول لهم ومن ذلك الوقت بدأوا يدعون باسم الله. فرق بين دول وبين أولاد قايين، ما اعتبروش أولاد الله لأنهم عاشوا في الخطية. وبعدين نلاقي في كتاب مقدس نلاقي القديس يوحنا الإنجيلي في رسالته الأولى، يوحنا الأولى إصحاح 3، يتكلم ويقول من آية 9 وآية 10، يقول: بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد الشيطان ظاهرون. فرق بين أولاد الله وأولاد الشيطان. بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد الشيطان ظاهرون. إيه اللي يخليهم يتفرقوا بين بعض؟ بيقول حاجة عجيبة أوي، بيقول: كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية. كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية، لأن ذرعه يثبت فيه ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. يعني من ضمن الذي يميز أولاد الله إنهم لا يخطئون ولا يستطيعون أن يخطئوا، ما يقدرش. يبقى مش الكل نقدر نسميهم أولاد الله. عشان كده لما نلاقي واحد شتام وكذاب وخاطئ نقول له دي شكل أولاد الله. دي مش معقول أولاد الله يبقوا كده. ده لا يستطيع أن يخطئ، يعني لو حب يغلط ما يقدرش. زي إنسان مثلا ما يقدرش يلفظ كلمة معينة وحشة من الألفاظ اللي بيقولها أهل العالم، ما يقدرش، مش ممكن تطلع من بقه، ما يقدرش يقولها. في شتايم معينة يقولوها الناس اللي في الشوارع ما يقدرش هو يقولها، لا يستطيع أن يخطئ. وكل ما يتدرب في حاجات تانية كتير ما يقدرش يعملها، ما يقدرش يغلط، ما يقدرش يغلط. أو مثلا جريمة زي جريمة القتل مش ممكن يقدر يقتل واحد، مستحيل، لا يستطيع أن يخطئ هذه الخطية. ده احنا عندنا الستات لما تحب الواحدة تذبح فرخة في البيت تاخد حل من الكهف. صحيح ضميرها مش مساعدها انها تمسك سكينة وكائن حي بيفرفض في ايديها، فبتروح تاخد حل.
لا يستطيع، أهدية مع أنها مش خطية لكن ما تستطيعش تعملها، فيبقى قتل إنسان ما يقدرش. فأولاد الله يتميزون بميزات معينة لا يستطيعون بها أن يخطئوا. يعني يوسف الصديق لما عرضت عليه امرأة سيده أن يخطئ قال لها ما أقدرش، كيف أفعل هذا الشر العظيم؟ ما أقدرش إن أخطئ إلى الله. فيبقى أولاد الله مش مجرد لقب فخري يطلق على الناس أو اسم حركي يطلق على الناس، لا، أولاد الله لهم طبيعة خاصة، مش كل واحد يقدر يقول أنا ابن لله. صحيح كلنا بنقف نصلي ونقول أبانا الذي في السماوات، وجايز إحنا بننتسب إلى الله ونحن لسنا أولادا بالحقيقة. اليهود في وقت من اليهود كانوا يفتخرون بأنهم أبناء إبراهيم، فالسيد المسيح قال لهم لو كنتم أولاد إبراهيم كنتم تعملون أعمال إبراهيم. لكن مش كل واحد يقول أنا ابن الإبراهيم يبقى ابن الإبراهيم. البنوة ليست بالوراثة، البنوة لله، والبنوة الروحية أيضا ليست بالوراثة. ولذلك لما بيتكلم الرسول عن الولادة الإبراهيم بيقول الذين هم من إيمان إبراهيم هؤلاء هم أولاد إبراهيم. إذن البنوة لله تتميز بأشياء معينة، ولهذا قال القديس يوحنا الرسول في رسالته الأولى إصحاح 2 آية 29 إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه. إذن علشان تبقى ابن لله بالحقيقة لازم تكون تفعل البر، لأن مفروض أن الابن يشبه أباه، وأنت لازم تشبه أباك السماوي لأنك خلقت على صورة الله ومثاله.